السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مصطفى جديد إن شاء الله، حلقة جديدة في قناتكم يوميات غاوي بدري. بأمر الله إن شاء الله في مجموعة كده رايحة لصديق عزيز عليا، شحن اسكندرية، ده اللي موجود فيها والمحافظة اللي بحبها بجد، وبحب طبعا جميع المحافظات وكل المحافظات حبايبنا واخواتنا وكلنا اخوات وحبايب. ففي مجموعة النهاردة من عصافير الريمبو بفضل الله. شايفين انتوا ملاحظين طبعا الناس اللي بتربي، الناس ابتدت ترجع لعصفور ريمبو بشكل شره قوي، لان الناس في صف كتير وحذرنا وقلنا السنه اللي فاتت واللي قبلها ما تصفيش، ولو صفيت تشيل مجموعه اللي على جنب كده عشان تشتغل منها. للاسف صديقي اللي هشحله الدور دي وهو طبعا سامعني دلوقتي حبيبي كان من الناس دي، وقع في الفخ ده بتاع التجار اللي هو صف عصافير ريمبو اللي عنده كلها بتراب الفلوس. وطبعا عصافير رجعت اسعارها بتعلى تاني بشكل قوي بفضل الله، ولسه ان شاء الله الخير جاي. فهو طالب مني مجموعه بفضل الله. المجموعه ديت بفضل الله هنوريكم بقى هنتعامل ازاي، وقلت فرصه ان احنا هنشحن الحاجه، فنوريكم طريقه الشحن، بنشحن ازاي وبنجهز الحاجه ازاي، بنوصلها لصاحبها ان شاء الله بمنتهى الخير والسلامه والامانه. ازاي زي ما انت بتستلم فلوسك او بتاخد حقك لازم تدي الناس حقها. ما ينفعش عشان انا هاخد فلوس وخلاص ابقى فلوس في جيبي فرحان، فيعني بالبلدي كده اكروت حاجه الناس. لا، ما فيش الكلام ده، لازم كل واحد ياخد حقه بنور الله عشان ربنا يبارك لك حتى في الفلوس اللي انت اخدتها دي. ونصيحه على وجه الله، نصيحه على وجه الله، نصيحه على وجه الله. انا مش شيخ يا جماعه ولا اي حاجه، بس احنا بنذكر بعضنا يعني بالخير. دايما ربنا يكرمك، اي حاجه تبيع منها من طيورك او من الخير ربنا يدولك طلع جزء لله. والله العظيم والله العظيم هتشوف ربنا هيبارك لك ازاي، وهيديك الخير بزياده فوق ما انت متصور، وهيبارك لك في اللي عندك. طلع جزء ولو بسيط، ولو بعت عصفور واحد طلع منه كده نسبه بسيطه وشوف ربنا هيرزقك ازاي. طيب عشان ما نطولش يا جماعه بقى نتكلم في التفاصيل ان احنا بنشحن ازاي. طبعا دي لك هو تقريبا كرتونه زي ما انتم شايفين بفضل الله كبيره اهي ما شاء الله، مساحتها حلوه، ليها مساحتها حلوه كده وكبيره مصطفى، عشان طبعا بفضل الله المجموعه اللي رايحه 5 تجواز او 6 جواز بفضل الله. المجموعه اللي رايحه 5 اجواز او 6 اجواز ريمبو، فلازم تشوف كرتونه محترمه تكون على قد حجم وحيز العصفور اللي انت هتوديه لصاحبه. لو جوز او جوزين او ذكر او نتايه طبعا ممكن يستحسن الكرتونه تبقى اصغر كده مفيش مشكله، بس نتكلم في التفاصيل الاهم دلوقتي. بجيب كرتونه، بخرم الكرتونه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه من الاربع اتجاهات. بصوا بنخرم الكرتونه كده من الاربع اتجاهات زي ما انتم شايفين كده بفضل الله. بصوا بتخرم من 4 اتجاهات اهو زي الفل. وبنلزق بقى الكرتونه زي ما انتم شايفين. طبعا انت ممكن عندك دلوقتي لو عندك افيز، انا كنت شغال بالافيز الاول وكنت اربط بيه الكرتونه، بس طبعا الاسهل تجيب بكره لزق زي دي ما شاء الله، دي كبيره، دي بكره لزق كبيره مش صغيره، يعني البكره دي كبيره جدا فوق ما انت متصور ماشي. فانا بجيبها بشتري دماغي يعني الحمد لله بفضل الله، ربنا كرمنا قوي والحمد لله طول الوقت بفضل الله بنشحن. بس الواحد دايما ما بيحبش يصور يعني في الغالب، عشان برضك ممكن يكون في حد عنده خصوصيه، ممكن حد يقول لي او هو في دماغه يا مصطفى لا مش عايز معلش اصور مش عايز. ففي ناس يعني الواحد بيحترم خصوصيه الناس، في حد يحبش ان انت تصور طيور يقول لك دي خصوصيه مصطفى بعد اذنك يعني ما تصورش طيور انت مش هنا. بس الحمد لله اللهم لك الحمد بفضل الله بنشحن طول الوقت، بس واحد ما بيحبش برضك يعني يتدخل في خصوصيات الناس يعني. لكن الناس اللي هي حبايبنا اللي انا ممكن اكون مستاذن منه هنصور بعد اذنك، نعرف الناس الفكره، بيبقى مثلا مرحب بالفكره مفيش مشكله مصطفى ده اللي ممكن نصور يعني. فالله المستعان. تاخد بالك زي ما قلنا كده الكرتونه مخرمه تتلزق بشكل قوي اسف يا جماعه، تتلزق بشكل قوي كده باللزق اللي احنا وريناه لك العريض دوت تمام زي ما انت شايف كده من جميع برضك من 4 اتجاهات اهو. بصوا اللزق من كل حته ازاي بالطول وبالعرض والفتحات اهي تمام. وتامن كرتونه، تامن الكرتونه يعني ايه تامن الكرتونه؟ ما تجيبش كرتونه ضعيفه قوي وتتقطع، ما تجيبش كرتونه تبقى حاسس ان انت فيها هفوه ثغره فتحه واسعه مش عارف ايه، لا تنقي الكرتونه وتركز قوي وبص اعتبر الحاجه دي هي اللي جايه لك. هل انت الحاجه اللي جايه لك دي تتمنى يبقى جايه بشكل يعني متامنه ولا فيها مشكله؟ طبعا اكيد يعني متامنه. بالله عليكم تركزوا بقى في التريكات دي. طبعا احنا شرحنا قبل كده انت تتعامل ازاي مع الناس شحن. طبعا قلنا الفلوس باسبقيه الدفع، هو بيحولك فودافون كاش على محفظتك، او لو ما عندكش محفظه خليه يحولك على اي حد مثلا بقال، اي حد جنبك عنده فودافون كاش، وهو يعني بتدي رقم الراجل اللي انت البقال او الراجل اللي جارك اللي هيتحول على المبلغ، بتديه اللي اشترى العصافير يحولك على الرقم. لو بقال او اي مكان بياخد طبعا نسبه من التحويل تمام بسيطه طبعا وبتاخد فلوسك. ده لو انت حد لسه ما اتعاملتش معاه فما تعرفوش، فلازم تضمن حقك. لكن لو ناس زي حبايبنا اللي بنتعامل معاها بفضل الله من سنين
بيبقى خلاص في تعامل بفضل الله. بالعكس الناس بتبعت الفلوس قبل اصلا ما تشوف الطير ولا حاجه، لان بفضل الله بيبقوا واثقين في الشخص اللي بيتعاملوا معاه. تمام. دي بالنسبه لجزئيه ان انت تشحن ازاي. الشحن عن طريق ايه؟ الشحن ليه طرق كتيره جدا يا جماعه. شركات شحن، باصات، يعني ممكن تروح اي موقف تلاقي الباصات اللي هي الميكروباصات ديت تشحن، بتقول للسواق تخلي بالك عشان دي روح، دي طيور، ما تحطهاش في مكان مكتوم، ما تخليش عليها شنط، ما تبهدلهاش. فالسواق بياخد باله من القصه دي. وفي الغالب السواقين معظمها يقول لك خلاص انت هحط لك على كرسي البوكس بتاعك او الطرد بتاعك ده، هحطه لك على كرسي والراجل يدفع ثمن حق كرسي النفر، ما فيش مشكله. بس كفايه ان الراجل تبقى واصله له حاجته امنه وما فيهاش مشكله. وطبعا هو بيدفع الحاجه وهو مبسوط لان هو الحاجه بتاعته متامنه ورايحه سليم. ده بالنسبه للشحن. وبنتعامل ازاي مع الشركات والدنيا سهله. طبعا لما بتتعامل مع الباصات في المواقف يا ريت تتعامل مع المواقف نفسها، يعني المواقف العموميه. ما تجيش حضرتك يبقى عربيه على الطريق ماشيه كده، يعني ما انصحش يعني، بس هو عادي ربنا بيسترها. يعني هقول لما تيجي مثلا اسكندريه بتروح الموقف، شوف فين موقف اسكندريه، دمنهور تشوف موقف دمنهور. طبعا في مواقف اللي هي العموميه اللي هي مشهوره زي موقف عبود، المنيب، رمسيس، الماظه، دي مواقف مشهوره. فده يستحسن. طبعا بتاخد رقم السواق واسم السواق وتحاول تصور لوحه العربيه عشان تبعتها برضك للشخص عشان تاكد له يبقى هو عارف لوحه العربيه وارقام العربيه بحروف العربيه واسم السواق. طبعا بتبعته له ورقم السواق بتبعته له، بترن على السواق وانت واقف بتاكد ان ده رقمه. المواضيع كلها سهله وميسره وبسيطه بالنسبه لك طبعا، بس عشان اول مره لو حد هيشحن بتبقى الامور بالنسبه له لسه صعبه شويه. فالله المستعان. زي ما قلنا الكرتون نكمل يا جماعه. وترش بقى الاهم التركات بقى، ترش طبقه نشاره محترمه قوي زي دي. ترش طبقه نشاره محترمه قوي زي دي. ليه بقى يا مصطفى برش طبقه نشاره محترمه قوي زي دي؟ عشان بفضل الله تضمن الطيور وهي في الطريق. طبعا اكيد الطيور هتعمل فضلات، الفضلات والاخراج بتاع الطيور ده يبقى نزع النشاره. طب ايه اللي هيفرق يا مصطفى؟ هيفرق ان سعادتك مفيش فضلات هتبقى لازقه في رجل العصفور، العصفور هيروح نضيف لصاحبه بفضل الله. الفضلات هتمتصها النشاره اللي انت شايفها. نفس فكره لما انت بتحط نشاره في العيش، يعني يفضل ما توديش الحاجه على الكرتونه مباشره. يعني ده اللي انا بفضله، ما توديش الحاجه على الكرتونه مباشره. يعني يستحسن تحط طبقه نشاره. لكن لو ممكن عصفور او يعني والله حتى لو عصفور يعني حاول تحط طبقه نشاره بتبقى عزل والفضلات ما تلزقش في رجل العصفور والعصفور يبقى رايح متامن والدنيا جميله. تاني حاجه تحط حضرتك عود ولا عودين دخن زي اللي احنا حاطينهم دول. ليه يا مصطفى؟ لان بفضل الله العصفور قاعد في الطريق كده هيقدر ياكل، العطش ممكن يصبر عليه وهيشرب، بس ما يبقاش العصفور جاع او انت اخدته مثلا ما فطرتش عندك ولا ما اتعشاش عندك فيبقى العصفور رايح تعبان وميت للراجل. لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش وما يصحش. طيب عود برضك، بصوا التركات دي يا جماعه والله مهمه. عود زي دخن زي ده كده بيبقى فيه اللي هي الحته بتاعته دي ما تحطهاش كده وتسيبها. ليه؟ دي ممكن تخش في عين عصفور او زغلول او بق عصفور تموت عصفور. فانا بقطعها كده اهو، بصوا بقطعها اهي، قطعتها اهي تمام. بقى العود عندي عامل ازاي؟ بقى العود عندي عامل كده اهو، اروح حاطط العود كده والتاني كذلك. طبعا ما عندكش دخن او ما جبتوش او ما استعملتوش مفيش اي مشكله، المواضيع سهله والمسار برضك. ممكن سعادتك حط شويه حبوب للطيور في الارضيه اهو، والتاني اهو نص ورمينا اللي هي العصايه اللي هي بتاعت الدخن اهو، الدخن بالشكل ده تمام. يبقى كده الكرتونه متامنه، الدخن جميل. طبعا في نقطه مهمه، احنا دايما يعني احنا في فترات الشتاء فانا بشحن في الكرتونه عادي، لكن لما في الصيف ركز بقى. لو في الصيف تركز قوي، تحاول توصل حاجه لصحابها بخير. يعني ايه؟ لو الكرتونه حسيت ان هي سخنه ودافيه وهتعمل له احتباس حراري والطائر مش عارف يتنفس، درجات الحراره تبقى عاليه، معلش انصحك لازم تشحن في كرتونه متهويه ومتامنه. متهويه عشان الطير يشم نفسه ومتامنه، وتبلغ السواق ان دي طيور ويخلي الطيور تتهوى. ده بالنسبه للصيف. لكن الشتاء عادي بنحط الكرتونه ونخرمها لان الجو بيبقى اصلا ساقع فالعصفور عايز يتدفى. طيب هنحط بقى المجموعه بفضل الله ونوريها لكم واحنا بنقفل الكرتونه ونرجع مع بعض تاني. ورجعنا لكم مره ثانيه بفضل الله بعد ما حطينا الطيور في البوكس بتاعنا او الصندوق بتاعنا او الكرتونه بتاعتنا. نوريكم بفضل الله المجموعه لا قوه الا بالله. ادعوا للناس بالتوفيق يا جماعه والبركه، وندعي لبعض كلنا بالخير والبركه عشان ربنا يبارك لنا في حاجتنا ويرزقنا الخير منها دايما يا رب بحق النبي يا رب ان شاء الله. بصوا يا جماعه لا قوه الا بالله، احنا هنحاول بس نشيل الكرتونه بشكل بالراحه كده عشان نشوف ما تطيرش مننا. طبعا بفضل حتى لو حاجه طارت البلكونه كده كده عندنا متقفله والدنيا جميله. بصوا يا جماعه لا قوه الا بالله. فيهم طبعا نسيت اقول لكم ريمبو فلان لا قوه الا بالله كنت طالبها مني. بصوا يا جماعه، بصوا المجموعه لا قوه الا بالله عامله ازاي. كاميرا بس البكسله. بصوا يا جماعه لا قوه الا بالله المجموعه عامله ازاي. لا قوه الا بالله 5 ازواج بفضل الله الوان لا قوه الا بالله. ربنا يا رب يبارك يا رب، ربنا يا رب يبارك يا رب، ربنا يا رب يبارك للناس ويدي الناس كلها الخير. طبعا بفضل الله هو حبيبي واخويا طالب مني مجموعه زيهم تاني
بس بفضل الله انا مستنيها لما تجهز، يعني تبقى بفضل الله جاهزه ان انا اشفرها له واشحنها له. دي المجموعه بتاعته لا قدر بالله 5 ازواج بفضل الله، وفيهم النتايه الفلل الريمبو. بص لا قدر بالله بقى المكان واسع ازاي والعصافير واقفه براحتها. ودايما اتاكد بعد ما احط النشاره واظبط الدنيا ابص بصه كده، لازم اشيك اشوف المكان على قدهم مش على قدهم. لو المكان ضيق بزياده وهيحس ان في مشاكل لا بلاش منه خالص، حطهم في كرتون اوسع. طبعا نسيت اقول لكم معلومه مهمه جدا، لو انا اشحن مجموعه زي دي كبيره بفضل الله او اكبر من كده، المجموعه دي احاول ابيتهم مع بعض. يعني ايه احاول ابيتهم مع بعض؟ يعني زي ما انتم كنتوا شايفين من شويه كنت انا حاططهم كلهم في مطار واحد. ليه؟ عشان لو فيهم حاجات كانت بعيده عن بعض او محطوطه في اماكن مختلفه يتعودوا على بعض. ليه طب يا مصطفى؟ عشان لما نيجي نحطهم في مكان اضيق من المطار او القفص ما يضربوش بعض، فيحصل ما بينهم الفه وانسجام لغايه ما يروحوا لصاحب النصيب وما يحصلش مشاكل. فالله المستعان بفضل الله. زي ما انتم شايفين اهو هيبتدوا بصوا يدوقوا الدخن. بصوا ان شاء الله هيبتدوا يدوقوا الدخن، هيبتدوا يستمتعوا بالفكره وان شاء الله. طبعا ده خير، حتى لو انت مش مفطرهم او فطرتهم لازم تحط لهم اكل. تمام. طيب نرجع لكم بعد ما نقفل الكرتونه بفضل الله والحاجه تبقى ما شاء الله تمام وجاهزه على الشحن. خليكم معانا. ورجعنا لكم مره ثانيه يا جماعه. سامحونا لو الفيديو طول شويه معلش، بس انا بحاول اقول لكم كل التفاصيل وكل التريكات عشان لو اي حد من اصدقائي واصحابي واخواتي شاف الفكره وهو حد عايز يقول له اشحن لي او كده يبقى عارف هو بيتعامل ازاي. بفضل كده بصوا يا جماعه بعد ما قفلنا الكرتونه بلزق وما تستخسرش، يعني اللزق ما شاء الله ما تقلقش يعني كتر، بحيث انت بس تامن للناس حاجتها. بس بصوا لازم من كل الاتجاهات. هنا مش شرط تخرم عادي لان هم التنفس بتاعهم هيبقى من هنا كده بشكل افقي ومش راسي. الكرتونه متخرم من 4 اتجاهات، فالدنيا مش محتاجه ان تتخرم من فوق، خاصه عشان ما تتعبش كمان الكرتونه يعني لو انت الكرتونه بتاعتك ضعيفه. اهم حاجه عند ال4 اتجاهات وكده الحاجه بفضل الله تمام وامناها. نحطها في شنطه ونروح بيها للموقف اللي احنا هنشحن منه. ويفضل ما تحط، يعني انت هتحطها في شنطه وانت ماشي لغايه الموقف مفيش مشكله، بس يفضل ما تخليهاش في شنطه مقفوله كيس عشان بس النفس وعشان العصفور ما يتخنقش والعصفور ما يبقاش مش عارف ياخد نفسه. وبفضل الكرتونه دي واسعه بفضل الله اهو انتم شايفين، وتمت العمليه بنجاح. وربنا يبارك حبيبي واخويا وصديقي اللي رايحه له حاجه بفضل الله، وفي مجموعه ثانيه زي دي رايحه له ان شاء الله، بس تجهز عندي ان شاء الله. وربنا يوفق الجميع واتمنى يكون الفيديو مفيد وعجبكم. ولو اللي فات حلو في اللي جاي احسن بامر الله. ما تنسوش الهوايه نوايا، ما تنساش لو عجبكم المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك حبايبك المهتمين بالهوايه. وكان معكم اخوكم مصطفى، نتمنى الخير والتوفيق للجميع ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.